السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من قناتكم شفة زهرة. فيديو اليوم غادي يكون خاص بالعجين المورق، طريقه سهله ومبسطه وناجحه من اول استعمال. نخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله في المقادير اللي غادي نحتاجو. عندنا 250 غرام ديال الفورص رابعه، 30 حتى 40 غرام ديال الزبده، تقريبا معلقه كبيره تكون بارده. هنا عندي معلقه متوسطه ديال سنيده. هذه الا كانت العجين المورق ديالنا غادي تمشي مع حشوه حلوه، الا كانت غتمشي مع حشوه مالحه فغادي نستغنيو على السكر سنيده. غادي نحتاجو كذلك الملح. غادي نجمعو العجين ديالنا بالماء بارد من الثلاجه، وغادي نحتاجو الزبده للتوراق، زبده المارغرين. هنا عندي 150 غرام اللي غادي نحتاجو ديال الزبده اللي غادي نورقو بها العجين ديالنا. غادي نخلي هاد الزبده في الثلاجه حتى الوقت اللي نبغيها، ضروري خصها تكون بارده. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نخدم الزبده مع هاد الدقيق هذا، وغادي نجمعها بالماء بارد كيف ما قلت. العجينه ما تكونش ملخوفه وما تكونش قاصحه. العجينه ديالنا من بعد ما جمعناها غادي نديروها في بلاستيك هداء ونخليوها واحد 10 دقائق في الثلاجه تبرد وترتاح، ومن بعد نرجعوا باش نكملوا باقي المراحل. نبداو دابا في التوراق. اول حاجه غادي نسرعوا هاد العجينه. غادي ناخذ الزبده كيف ما قلت تكون بارده، وغادي نحاولوا نفرشوها بسكين اقتصادي في الوجه ديال هذا العجين.
شنو غنديرو دابا؟ غادي نسرحها في الوجه ديال العجينه. ملي كنصلحوها في الوجه كامل كنخليو غير هاد الطرف اللي عريان ديال العجينه وهاد الطرف. شنو دابا غادي نديرو؟ غادي نطويو بحال هكا وغادي نجيبو الطويه الثانيه بحال هكا، نزيدو طويه اخرى هادشي اللي بقى لينا. دابا هاد الجهه ديال الطويات كتبقى من هنايا، كتبقى من هنا، ودابا غادي ندير الدقيق نسرح. ما كنجيش نسرح، خصني ضروري نضغط عليها هكا بشويه باش كتلصق الزبده في العجينه، حيت الا جيت وبديت كنسرح فيها العجينه غادي تمشي في جهه والزبده غادي تمشي في جهه. غادي ندير ليها اول طبقه، نحاول نجيبها في النص بحال هكا. غادي نخلي واحد الفراغ بحال هكا 1 سنتيم، وغادي نجيب هاد الطرف هذا نجيبو على هكا. دابا التنيات جاو من هنايا، غادي ندورها هكا، ما غاديش نسرحها دابا، غادي ندخلها الثلاجه تبرد وعاد نكمل لها الطبقه الثانيه. العجين من بعد ما كدوز نص ساعه في الثلاجه اولا اللي كنتي مزروبه عليها بحال دابا انا، كديريها في 10 دقائق في المجمد. فاذا كنتي مزروبه عليها ديريها في المجمد 10 دقائق، اما الا كان عندك الوقت فكديريها نص ساعه تبرد في الثلاجه زي لتحت. هادشي من بعد ما تغطيها مزيان بالبلاستيك. كيف ما كتشوفوا هنايا البلاصه ديال الطيات هي اللي كنديروها هكا باش كنسرحو هكا علاش كطول. دابا غادي ندوزو للطياب الثانيه. غادي كيف ما العاده نضغط عليها هكا، ما نجيوش نسرحو.
دابا الطيه الثانيه والاخيره. غادي نجيبو هاد الطرف كيف ما درنا في الاول، نجبدو لها الاطراف ونخليو 1 سنتيم ما بين كل طرف ديال العجين. وغادي نجيبو هاد الطرف نديروه داخل. غادي نغلفوها دابا بالبلاستيك ونردوها كيف ما قلنا، يا اما نص ساعه في الثلاجه لتحت اولا 10 دقائق في المجمد الا كنا مزروبين عليها. وديك الساعه نقدروا نجبدوها ونخدموا بها ديك الساعات ونشكلوها كيف ما بغينا. فإلا كنا باغيين نخدموا بها ديك الساعه هي هذيك، الا كنا باغيين نحتفظوا بها مده اطول مثلا سيمانه شهر شهرين تبقى معنا حتى 6 شهور، كنغلفوها مزيان بالبلاستيك ونحتفظوا بها عفوا في المجمد حتى الوقت اللي نكونوا نخدموا بها اولا الوقت اللي نبغيو نخدموا بها. العجين مورق من بعد ما كيدوز نص ساعه في الثلاجه كيف ما قلنا من قبل اولا 10 دقائق في المجمد، فدابا كيصبح واجد باش نشكلوه كيف ما بغينا. غادي نقطعها من النص باش تشوفوها. وهنايا كيف ما كتشوفوا عن قرب التوراق ديال العجين المورق اللي وجدنا اليوم. هكا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. ما غاديش نقول لكم شنو غادي نديروا بهذا العجين الحلقه الماجيه، فغادي نخليها لكم مفاجاه. وهكا نكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو. نضرب لكم موعد الحلقه الماجيه ان شاء الله.